قال رحمه الله: إيش الفائدة اليوم مش الفائدة الجديدة؟ إيه يعني تنبيه على فوائد الخوف من الشرك. ذكرنا 3 أو 4 فوائد، فهمتوا؟ إيه، وتصيد العلم، الفوائد العلم صيد والكتابة قيد، وحين جاب الله لكم التسجيل ما يضيع شيء. نعم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، الحمد لله. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيها بيان خطورة الشرك، نعوذ بالله منه، وأنه من شؤمه أن من مات عليه لا يغفره الله له، وهذا الشرك الأكبر بالإجماع. فالموت على الشرك من موانع المغفرة، نعوذ بالله. والثاني الشرك الأصغر، وهو أصغر بالنسبة للأكبر وله كبير خطير. أيضا قال بعض من أهل العلم إنه لا يغفر، والمعنى أنه لا بد من المؤاخذة به. وقالوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، التقدير لا يغفر إشراكا به. قالوا جنس الشرك لا يغفر، لا بد من المؤاخذة عليه، إما بعقوبات في الدنيا، وإما بعذاب في البرزخ، وإما بأهوال القيامة، وإما بعذاب في النار وهو على الصراط أو يسقط في النار. هذا دليل خطورة الشرك على التقديرين يعني، لكن سواء كان أكبر أو أصغر. فهذا موجب للخوف. الموجب الثاني للخوف إن الله عز وجل رتب عليه حبوط العمل، حتى إن الله تعالى قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم لبيان غلظ الشرك، فقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. فهو محبط للعمل، وهذا من شؤم الشرك، يعني مبطل ما سبقه وما قارنه وما لحقه، هذا في الأكبر. وأما في الأصغر فما قارنه يحبط ما قارنه إذا انساق الإنسان معه، وإلا لو جاهد نفسه وغلب لا يكلف النفس إلا وسعها. فرق بين الشركين. والثالث، الشؤم الثالث، أنه موجب للردة. من يرتد منكم عن عمل دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني حبوط عمل وخلود في النار. هذه 4 دلالات على شؤم الشرك. والخامسة قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه الخامسة، فلا يدخل الجنة أبد الآباد إن مات على الشرك الأكبر. وإن مات على الأصغر فإنه قد لا يدخل الجنة ابتداء، إن لم يعفو الله عنه لا يدخل الجنة ابتداء، فيحرم الله عليه دخول الجنة ابتداء، لكن يدخلها انتهاء بعدما يطهر من أرجاس شركه في النار. فهذه موجبة للخوف من الشرك. ومن يسمع هذا الوعيد ولا يخاف فإيمانه محل نظر، ليراجع إيمانه. كيف تسمع هالآيات لتقرع القلوب تقشعر لها الجلود ولا تخاف من الشرك؟ والخوف من الشرك ما هو دعوة، الخوف من الشرك أنك تكره الشرك وتبغضه وتبرأ الله منه، وتكره على الشرك وتبغضهم وتبرأ الله منهم وتهجرهم. إذا دعوتهم أديت ما تستطيع نحوهم ولم يقبل. وأنك لا ترضى أن يشرك بالله أبدا من أي كائن مكان، لأنك إذا رضيت بالشرك بالله معناه أنك ما قدرت الله تعالى حق قدره. هذه خطيرة جدا. هذه دلالات وأمارات على شؤم الشرك، وأنه موجب للشق والخسران والخلود في النيران والحرمان من الجنان، نعوذ بالله من هذا. هذا موجب للخوف من الشرك، أكبره وأصغره، جليه وخفيه، قوليه وفعليه، لأنه كل هذه شرك. يكون الشرك بالأقوال وبالأفعال، يكون الشرك ظاهرا ويكون باطنا خفيا، يكون كبيرا ويكون صغيرا. طيب،
قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه ضراعة من الخليل عليه السلام إلى الله تعالى أن يجنبه الشرك، وهذا دليل خطورة الشرك وموجب الخوف منه. فإذا كان إمام الحنفاء وداعية التوحيد الأول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، الأول من جهة المجاهدة العظيمة فيه، وإلا الأول من أول جهة الدعوة أول آدم عليه السلام ثم نوح عليه السلام، لكن من جهة المجاهدة فيه والمنزلة العلية فيه إمام الحنفاء بعده عليه الصلاة والسلام جميعا. فإبراهيم يضرع إلى الله، يتضرع يلح على الله عز وجل، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وما ذلك إلا لعموم البلوى بالشرك، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولأن أهل الشرك أحرص شيء على نشر شركهم وعلى فتنة الناس بشركهم، ولذلك فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الأفاعيل من الأذى والقتل والتشريد والتهجير كله من أجل الشرك. فلذلك الفتنة خطيرة جدا، لأنهم لهم مصالح دنيوية ورياسات إن بنت على الشرك فلا يتنازلون عنه إلا إن شرح الله تعالى صدورهم للإسلام والتوحيد، فهم يجاهدون من أجل فرض شركه ومن أجل التمسك بشركه ورد دعوة التوحيد. ولهذا لازموا أبا طالب حتى اطمأنوا أنه مات على الشرك، مع أنه سيدهم هو، لكنهم عرفوا أنه لو أسلم لو وحد الله انقادت القريش للتوحيد، ولذلك لازموه حتى الموت حتى اطمأنوا أنه مات على الشرك. هذه مجاهدة عظيمة خطيرة هكذا. والآن تراهم الآن الكهنة والسحرة والعرافون يدعون إلى الشرك ويستخدمون الشياطين للشرك. الآن شيوخ النصارى ضلال النصارى وضلال اليهود يدعون الناس للشرك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أصل الدين التوحيد، والآيات متعددة في هذا، بيان شدة عداوة أهل الشرك والكفر للتوحيد والإيمان ولأهل التوحيد والإيمان، وشدة مجاهدتهم لهذا. فكيف تعمل؟ والحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. وبعد هذا يطمئن عاقل على نفسه ويقول صلى الله عليه وسلم وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبا. الذي ما يخاف من الشرك غافل أو جاهل أو متهاون متساهل، ومن كان كذلك فهو خطر أن يبتلى به. ولذلك قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، بعد ما سمع إخبار الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام. طيب يرد سؤال وورد السؤال، هل إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وأعظم داعية للتوحيد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وأعظم مجاهد بنفسه وبأهله وبماله وبولده من أجل التوحيد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، يخاف على نفسه من الشرك؟ وأين العصمة من عصمة الرسل عليه الصلاة والسلام؟ وهم معصومون من الشرك الأكبر ومن كبائر الذنوب بالإجماع. فإذا لماذا هذا يجاب عنه لأمرين أو بأمرين. الأول أنه لبيان فظاعة الشرك وخطورته وعموم البلوى به وغلظ جرمه، يكفي هذا. والثاني أن إبراهيم عليه السلام دعا لنفسه وبنيه ومن بنيه ومن ذريته وأحفاده من ليس بمعصوم، فما كان الدعاء خالصا له ولبنيه ولذريته، فلذلك تضرع إن الله يحميه ويحمي ذريته من الشرك. نفس الشيء حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف على نفسه لأنه مقطوع بعصمته معصوم، لكن بيان غلظ الشرك حتى تفهم الأمة إن من كان بهذه المنزلة ويتضرع إلى الله عز وجل بالتثبيت وزيادة الهدى، الناس بحاجة مساكين. فهذا يزيدك أن تستفيد زيادة ثبات على التوحيد وزيادة هدى في التوحيد. قال إبراهيم عليه السلام لقوم إنني براء منكم ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فينتظر مزيد الهدى من الله جل وعلا.
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. الآيات فدل هذا على أنه هو مستفيد من دعوته، لأن هذا من إجابة الدعاء، فيزيده الله ثباتا ويزيده الله عز وجل بصيرة وعلما وهدى. موسى عليه السلام مبعوثا بالتوحيد يقول يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، هذا فيه سؤال الثبات والمزيد على الهدى مع بيان غلظ الشرك.